السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو عندك قطعة لحمة كده مفرومة باقية من لحمة العيد وقطعة ليا كده او دهن، هاتيها وهاتي بصلاية مفرومة ونحطها عليها بالشكل ده كده، ونعصر ميتها وناخد ميتها نحتاجها فيما بعد. تمام كده. وهاتي معلقتين نشا. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الحياتي بمكونات جديدة خالص: ملح، فلفل، بهارات 7 بهارات، وكوباية فريك منقوعة. يعني تعملي نص كوباية فريك وتنقعيها تديكي كوباية، وشوية بقدونس زي ما انتوا شايفين، وبياض بيضة، ومعلقتين نشا بقى اللي حطيناهم، معلقة بيكنج باودر صغيرة، وحطينا التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، بابريكا، ال7 بهارات زي ما انتوا شايفين كده. ونعجن بقى كل المكونات بتاعتنا دي كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده لحد ايه نخلطها مع بعض. وبعدين امسك بقى ايه قطعة كده افرمها في الكبة عشان تنعم خالص معايا. وتسمغ. تسمغ يعني تطلع خيوط كده، تمام، وتبقى عاملة زي العجينة. خلاص كده عجنت الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. لو انت مش مستعجلة ممكن تحطيها في التلاجة شوية ترتاح. لو مستعجلة اعمليها برضو هتديكي النتيجة حلوة. معايا مية بصل، ومعايا معلقة صلصة، ومعلقة زيت. هقلبهم مع بعض بالشكل ده كده، واحط شوية فلفل اسود وشوية ملح. تمام بالشكل ده كده. المية بقى دي بتاعت البصل هي اللي ايه هصبع بيها الكفتة عشان تدينا اللون اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو. تمام كده. عندي بقى عصايتين كده حطيتهم مع بعض، وابتدي اصبع الكفته بتاعتي. اعملي بقى ايه مقاس الصباع اللي انت عايزاه. تمام كده اهو، شايفين ما بتسقطش ازاي من السيخ كده زي الفل. بعد ما خلصتها بقى وفضل معايا ميه بصل بالصلصه، هدهنها بقى كده من فوق عشان ايه الكفته بتاعتنا تبقى لونها حلو. عايزه اقول لكم احلى من كفته الحاتي مليون مره اللي انت بتجيبيها بفلوس قد كده، نظافة وطعم مش قادرة اقول لكم، ومش هتاخد منك وقت، سريعة. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. اسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. استنونا في فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في رعاية الله.